السلام عليكم. النهارده بقى نعمل مع بعض حاجة جميلة أوي كده وحلوة وبتفرح الولاد جدًا. هنعمل فطيرة كده بالجبنة، وممكن أنتِ تعمليها باللحمة، تعمليها بالفراخ، تعمليها بأي حاجة، بس إحنا هنعملها النهارده بقى وصفة بسيطة وهنحشيها جبنة. أنا مامة مودي ودي قناتي، ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ولو أول مرة يشوفني يعمل اشتراك. وهنشوف بقى هنعمل الحاجات دي إزاي معانا بطريقة سهلة جدًا. شايفين مورقة إزاي؟ ده بقى حوالي نص كيلو دقيق، والمية على حسب العجينة، على حسب العجينة ما تلم معاكي وتبقى العجينة ماسكة شوية مش سايبة، زي ما هتشوفي الطريقة دلوقتي. هنحط المية الأول وعليها شوية ملح بساط، طبعا لا خميرة ولا أي حاجة، وهننزل بكمية الدقيق بتاعتنا. المية بقى على حسب العجن، طبعا الدقيق زي ما بياخد مية كل دقيق بيختلف نوعه. هنفضل بقى، أنا بس بقلبها بالمعلقة كده بس عشان الدقيق ما يطيرش مني. تمام، هقلبها بالمعلقة كده لغاية بس ما تلم معايا، وبعد كده نعجنها بإيدينا كويس. دي وصفة بسيطة، فطيرة سريعة جدا للعشاء، لفطار، وممكن تعمل الولاد ياخدوها المدرسة، ده لو حد بيصحى بدري يعني. عجنتها كده كويس، وبعدين بقى هنسيبها ترتاح. طبعا هي ما فيهاش اي حاجة، ما فيهاش خميرة يعني ولا اي حاجة، فنسيبها بس ترتاح. هنكون مجهزين معانا بقى سمنة على زيت، او سمنة على زبدة على زيت، على حسب ما تحبي المادة الدهنية. انا بستعمل سمنة بلدي الصراحة، على حبة زيت بسيطة. تمام، هنبدأ بقى كده نقرصها كده كور كده متساوية، وهنبدأ بقى نفردها على الرخام عندك. هي اولا هي تبان من الكاميرا ان هي كبيرة، بس هي بتبقى صغيرة على فكرة مش كبيرة. نبدأ بقى نفردها على دي. وانا كمان لسهولة الفرد اوقات بحط من الزيت على السمنة اللي انا حطاه ده للخلطة، الخلطة اللي انا هدهن بيها يعني. بحط على الرخامة بتبقى سهلة قوي، بس بالزيت الدنيا بس بتبقى سهلة يعني، العجينة بتبقى سهلة، بس هي برضو العجينة كانت تمام. وطالما العجينة ارتاحت كويس بتفرد معاكي كويس. هتبدأي بقى تفرديها كده بالنشابة، وتوسعي على ايدك شوية وعلى النشابة شوية، زي ما كلنا متعودين. طبعا الخليط اللي احنا عاملينه ده بقى سمنة على زيت على حتة زبدة كده، يا دوب تفك. يعني انت بيبقى عندي معلقتين سمنة واحط فيهم قطعة الزبدة، تفك كده على النار عشان يبقى فيه طعم الزبدة، يعني طعم السمنة وطعم الزبدة، وحبة زيت. انت بقى المادة الدهنية دي على حسب ما تحبيها ايه. طبعا بدأت كده ادهنها زيت، ادهنها السمنة على زبدة على زيت. تمام، طبعا كنت يعني فردتهم كلهم مرة واحدة، يعني فردت كلهم الخمس وحدات، او على حسب ما تقطع معاكي العجينة بتاعتك. وهبدأ بقى ارصهم كده بين كل طبقة والتانية، هنحط زيت. تمام، هنحط الدهين بتاعنا ده اللي هو زيت على سمنة على حسب ما تكون انتي حابة. سهلة قوي وبسيطة جدا جدا وما فيهاش اي افتكاسات. بس طبعا احنا في وقت وفي ايام يعني الحمد لله ربنا يعيننا كلنا عليها، فمحتاجين اي حاجة كده ايه تمشي معانا الدنيا. اي نوع جبنة بقى عندك، اي نوع جبنة عندك، عارفة لو عندك جبنة قريش بتبقى جميلة قوي في الحشو برضو، بس تحطي عليها جبنة موجودة عندك اسطنبولي، اي جبنة كريمي، اي جبنة عندك تاني بتحطيها عليها. طبعا تجيبي طماطم تطلعي القلب بتاعها ما تحطيهوش، او فلفل الوان، فلفل اخضر، الحاجات الموجوده عندك البسيطه اللي تتحط على الجبن. تمام، انا كده كان عندي فلفل الوان وفلفل اخضر. ولو عندك حابه تحطي طماطم بس تشيلي القلب بتاعها علشان بس ما تخمرش معاكي العجينه، تشيلي القلب وتحطي اللحمه بس. طبعا الجبنه دي معتمده عندي، انا بحبها قوي. وفي انواع كتير انا مجرباها برضو، في انواع حلوه قوي برضو مجرباها، بس بتجيلي بصعوبه يعني. بس كده كده خلصت الفطيره بتاعتنا. نبدأ بقى نطبق كده. وعلى فكرة انا فكيتها وتورقي تاني بزيت بسمنة، يعني في الحتة دي لا انا شلتها وحطيت سمنة تاني. تمام، تدهني بها سمنة كده وبس، خلصت. حابة تعملي بقى واحدة هتعملي اتنين على حسب المقدار اللي انت تحبي تعمليه، تعجني وتعملي على الوش بقى كده حبة جبنة زي البيتزا يعني، بتبقى شكلها تحفة وريحتها جبارة بجد. على الوش كده بقى حبة جبنة. انت بقى الحشو بتاعك، الحشو ده بتاعك انت، عايزة تحشي لحمة، عايزة تحشي فراخ، عايزة تحشي سلامي، اي حاجة تحبي تحشيها احشيها. بس انا قلت هي طالما وصفة سريعة واقتصادية فخليها جبن. طبعا بقى مولعين الفرن ومخلينه قبلها ب10 دقايق ربع ساعة كده سخن. وهنبدأ بقى نحطها كده ونحط على وشها برضو حبة فلفل من اللي عندنا، وهندخلها الفرن.
اللي عنده شوايه هيخليها تاخد لون من تحت، وبعد كده يفتح الشوايه. الفرن بتاعه كويس وبيوزع الحراره كويس. انا عندي الحمد لله الفرن مش محتاجه ان انا اشغل الشوايه، فبدخلها الفرن، بنزل الشبكه على اول رف من تحت كده واحطها بقى، بتستوي بطريقه حلوه قوي. واللي عنده مروحه كمان في الفرن برضو بيوزع الحراره بطريقه حلوه جدا. اللي حابب يحط زيتون برضو على الوش زي ما بتحطي حشو البيتزا ممكن تحطي فيها عادي. بقت بالمنظر ده، هي شكلها يجوع كده من قبل ما تدخل الفرن اصلا. كده بعد ما خرجت من الفرن شايفين السوا. اللي محتاج يديها اللي بعد الفرن ما لقاها من تحت استوت، وبعد ما خلصت الفرن لقيته الوش محتاج ياخد وش كمان من الشوايه، شغلي الشوايه. شايفين شكلها حلو، والريحه بقى مش عايزه اقول لكم بتقلب الدنيا وبتفرح الولاد. يعني حاجه بسيطه كده وبتفرح الولاد. عايزه تعمليها وجبه غدا، دي تنفع فطار غدا عشاء. غدا ممكن تحشيها لحمه فراخ اي نوع انت حابه تحشيه. عشاء بتحشي جبن كده وتبقى خفيفه، وممكن تنفع فطار الصبح. فهي في كل حالاتها بجد حلوه قوي وسريعه جدا جدا جدا، ولا بنسيبها تخمر ولا اي شيء. طبعا كاتشب ومايونيز اي حاجه عندك طبعا بتنفع. طبعا كاتشب للولاد على اي حاجه مباحه، يعني هم عايزين ياكلوا كاتشب كده من غير حاجه كمان. شايفين المنظر بقى، والجبن حاجه كده تحفه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو قوي. ما تنسوش بقى اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، واللي اول مره يشوفني ما ينساش يعمل اشتراك. جربوا الوصفه دي وقولوا رايكم فيها ايه. انا متاكده ان هي هتعجبكم جدا، ومورقه بطريقه فظيعه. يلا بقى جربوها وقولوا رايكم. يلا بقى، سلام عليكم.